شيء ثم إلى الوالد الحمد لله أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون يشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد حل الورى منطقا وأصدا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وصله وسهل ما قد تعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه.
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلوك ضائي السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلوك ضائي السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا خير الأنام السلام عليك يا بدر التمام السلام عليك يا نور
بالغمام السلام على المشفع في القيامة السلام على المضلل بالغمام السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي جودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب جودنا بك يا حبيب
محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبشوط في الوجود كرمه وإحسانه. صلى الله عليه مجده وعظم شانه، خلق الخلق الحكمة وضوى عليها علما، وبسط لهم من فائذ المنة ما جرت بهم في أقداره القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة. صلى الله عليه الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. صلى الله عليه. فما جل هذا المن الذي تكرم به المنان، صلى الله عليه. الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، شورة كاملة ظهرت في هيكل محمود. صلى الله عليه. فتعطرت بوجودها كناف الوجود، صلى الله عليه. وضرجت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع، تجلى القضاء بانتشار فضله في القريب والشاسع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، صلى الله عليه. بل تكراره بكثرة ترداد، فأبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان. صلى الله عليه. ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. صلى الله عليه. اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور ومر الكون بهجته وجمالا. صلى الله عليه. وتركى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى. صلى الله لغمت عليه. العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال. صلى الله عليه. وهو من فوق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا. صلى الله عليه. أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعكل معانيه الجنان. صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صلى الله عليه. فجاءت هذه البشارة
وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله على طه اليماني يماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني يماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني يماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. دعوني فالذي أهوى دعاني وأبدى لي من البشرى علامة وأظهر لي غميضات المعاني يقينا عندما كشف اللثام يقينا عندما كشف اللثام. صلاة الله على طه اليماني يماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. سقاني الكاس أفدي من سقاني أنا لله من تلك المدامة وفك القيد من بعد امتحاني وأتحفني بأنواع الكرامة وأتحفني بأنواع الكرامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. أوضى في الهوى قصدي وشاني على ورع وجنبني الملامة مضى في العلم والتقوى زماني وفي الأخرى إلى دار المقامة وفي الأخرى إلى دار المقامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة. صلاة الله على طه اليماني شفيع
طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة صلاة الله على طه اليماني شفيع الخلق في يوم القيامة اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة ترفع اللسان عما تضمنه الجلال من التصديق بها والإذعان في الصدور من الإيمان قواعد وتلو على اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه وسلم في التبليغ لخلقه من فرضه ونفله صلى الله عليه وسلم للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة صلى الله عليه بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه من نعمة تسرسرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم بعجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه وسلم فيها في خلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه وسلم يا روح المصلي عليه فينبس في قلب نور سر تعلقه به وحبه صلى الله بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صفوة المجد بقربه صلى الله عليه وسلم أشرف الأصل بوده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القديم وأسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم صلى الله عليه نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة طلعت التصوير بالعالم المطلق الكبير جمال مشهود بالعين هاوي وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه تنقل ذلك الجمال الميمون صلى الله عليه الكريمة والبطون فما من سلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعم صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل ببروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار
الدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه وكان مستقره بالأسناب الفاخرة صلى الله عليه الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأبكار زوره وبهر فتعلق إلة راكب لهذه الحروف صلى الله عليه بهذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تبي بعشر معشر أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين صلى الله عليه للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأن لا تعرب الأقلام عن شهود خير لنا صلى الله عليه ولكن الدليل تدوير ما بده من ششرب المخلوقين صلى الله عليه وما أقربه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبكيت رايته بالقول منشورة على مر أيام الشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سمي أوصافها العظيمة صلى الله عليه الله ينفع به المتكلم والسامع آمين فيدخلان بشفاعة هذا النبي الشافع آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه الله زاد محمدا تعظيما وهباه فضلا من لدنه عميما إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تمام بالعنان إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره فيه الشفاء إذا تنالى بالعنان وذكره فيه الشفاء إذا تنالى بالعنان الذي طول المدى
نصرا على كل العيدان النبي طول المدى نصرا على كل العيدان يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل يسرنا أن يفتدى بالروح منا والمقل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره ليه الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره ليه الشفاء إذا تمادى بالعلل طارت له أرواحنا دمت به أفراحنا طارت له أرواحنا دمت به أفراحنا نلت به أطراحنا وهو الرجاء والأمل نلت به أطراحنا وهو الرجاء والأمل إن الحبيب المصطفى ذو رأفة وذو وفاء وذكره به الشفاء إذا تمادى بالعلل وذكره ليه الشفاء إذا تمادى بالعلل صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم جاد سليمان بالوصال تكرما وسرى سرور إلى الفؤاد وخيما صلوا
صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم زمزم الهادي بذكر نزيلها وانعاشني إذا ما زمزما صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من صلى عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائل التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتجرب بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه والنور هذا العبيد أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلق بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة
لحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستوضع هذا النور المبين أصناب وبطون ما شرفته من العالم صلى الله فتلقى هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبي الكريم صلى الله عليه بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمته أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وسونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا تشكو ولا ولا عيننا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت برزه إلى عدم الشاذة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة صلى الله والجوهرة عليه المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور صلى الله عليه أظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قربا
وضع هذا الحبيب صلى الله عليه علنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تذيج والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور. صلى الله عليه فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة. صلى الله عليه الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود. صلى الله عليه فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا صلى الله ومعهما من عليه الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. صلى الله عليه أتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد صل عليه. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المثاني فزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقف الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العام إذ حمانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اللهم صل على محمد رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور شاء مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاه مرحبا مرحبا في جوار الخير مركعا الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا الحسين الله مرحبا مرحبا يا سيدي اللهم صل على محمد يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله استغفر الله يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين. ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا فعلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة. الأب الأكبر المحبوب لك والمحسس بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك. سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي تراعي اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. آمين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمين. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل. آمين. وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعما ببركاته وشريف بجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات ودم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورا ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورا معنا وسورا آمين واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وادمنا في العمل بذاتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. نهتم الدعاء المالك تضرار في هذا المجلس إلى حضرة النبي سيدنا محمد الفاتحة.